في عام 2019 كان حجم بيانات العالم 45 زيتا بايت. في 2024 قفز الرقم إلى 150 زيتا بايت. أما في 2025 فالأرقام التقديرية تجاوزت 180 زيتا بايت. الرقم يبدو تقنياً، لكنه في الحقيقة مرعب. فلو حاول شخص واحد تحميل كل بيانات العالم بسرعة إنترنت عادية سيحتاج إلى ملياري سنة، ولو ساعده كل سكان الأرض دون توقف فسيحتاجون إلى 81 يوما متواصلا. كل زيتا بايت واحد يساوي تريليون جيجا بايت. هذه ليست أرقاما مجردة، بل حجم الذاكرة الرقمية للبشرية، وأنت جزء من هذه الذاكرة. لكن أين تكمن الخطورة؟ بعد 3 سنوات فقط قد يصل حجم البيانات الرقمية العالمية إلى نحو 400 زيتا بايت، ومع وجود أكثر من 5.5 مليار مستخدم نشط للإنترنت، يعني ذلك أن كل واحد منا يترك أثراً رقمياً يقارب 33 تيرا بايت سنوياً. ومع بلوغ 400 زيتا بايت في 2028 قد يرتفع هذا الرقم إلى 70 تيرا بايت من البيانات المخزنة سنوياً لكل فرد. النقطة الأهم أن الخطر لا يكمن في تضخم البيانات فقط، بل في أن معظم ذاكرتك الرقمية لا تكتبها بيدك. أقل من 30% من بياناتك ناتجة عن أفعالك الواعية، أما الباقي فهو بيانات خفية تنتج عنك. بيانات تتبع، تحليل سلوك، كاميرات، وسجلات ذكاء اصطناعي. نحن اليوم مادة خام لسحابة رقمية لا تمطر. نحن هنا لا نتحدث عن معلومات فقط، هذه الأرقام تمثل بيئة كاملة قابلة للتحليل والتنبؤ واتخاذ القرار. لم تعد المشكلة نقص البيانات، الندرة اليوم في من يفهمها أسرع ويستفيد منها أكثر. وهنا تحديداً تبدأ الحرب الرقمية. الولايات المتحدة تمتلك شركات التكنولوجيا الأكبر في العالم، ميتا، جوجل ومايكروسوفت. هذه الشركات تعمل تحت مظلة قوانين أمريكية وتحتفظ ببيانات مليارات البشر. هذه البيانات لم تستخدم فقط للإعلان، بل للتوجيه والتأثير وصناعة القرار. لكن واشنطن لم تكتفي بذلك، بل دمجت الدولة بالخوارزمية. شركة بلانتير المتخصصة في تحليل البيانات وقعت عقوداً مع الجيش ووكالات الأمن تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار. هذه العقود لا تتعلق بالمراقبة فقط، بل بتحليل السلوك الاجتماعي والمخاطر السياسية واحتمالات الاضطراب واتخاذ القرار قبل أن يقع الحدث. وفي الشهور الأخيرة وسعت إدارة ترامب نطاق عمل بلانتير بأكثر من 113 مليون دولار من الإنفاق الحكومي الفيدرالي، والهدف بناء نظام مراقبة ينفذ أجندة سياسية واقتصادية ورقابية. بلانتير لم تستخدم داخل الولايات المتحدة فقط. بريطانيا وقعت عقوداً مع الشركة لإدارة بيانات الدفاع والأمن وحتى الصحة. أما ألمانيا فاستخدمت أدوات بلانتير في أجهزة الشرطة والاستخبارات في بافاريا وهيسن وشمال الراين. وفي حرب غزة ظهر اسم بلانتير مجدداً. الشركة زودت الجيش الإسرائيلي بتقنيات ذكاء اصطناعي تستخدم في المراقبة الجماعية وتحديد الأهداف، ما جعلها مساهمة بشكل مباشر في تطبيع القتل الخوارزمي. إسرائيل تختبر أدواتها في الميدان وتحول الحرب التقنية إلى صناعة قتل ممنهجة. أما الصين ففهمت الحرب مبكراً وسلكت طريقاً مختلفاً. لم تكتفي بالتحليل، بل بنت نظاماً سيادياً مغلقاً للبيانات. اليوم الدولة الصينية تتحكم في تدفق المعلومات وتربط الاقتصاد والأمن والمجتمع في نظام واحد. أما تركيا فقررت ألا تكون مستهلكة للتكنولوجيا فقط، فرفعت إنفاقها على البحث والتطوير إلى نحو 1.4% من الناتج المحلي. كما بنت مراكز بيانات وطنية واستثمرت في السحابة الحكومية وحدت من الاعتماد على مزودين أجانب. الهدف ليس السيطرة الرقمية على العالم، بل بناء قدرة سيادية صلبة. والسؤال الأخير: أين يقف العالم العربي اليوم؟
أكثر من 400 مليون إنسان ينتجون كميات هائلة من البيانات، لكن أقل من 1% من مراكز البيانات العالمية موجود في المنطقة العربية. إنفاق ضعيف على البحث والتطوير، لا منصات تقنية مؤثرة ولا سيادة رقمية حقيقية. العالم العربي ينتج البيانات، لكن الآخرين يفسرونها ويقررون بناء عليها. من يملك البيانات لا يستخدمها للمعرفة بل لإدارة العالم. البيانات لا تكتفي اليوم بمراقبتك، هي تتعلمك، ومن يتعلمك أولاً يملكك.